الاهلي الكاس اهلاوي. الكاس ايه يا جماعه؟ اهلاوي. النهارده يا جماعه يعني يوم مش عادي. طبعا النادي الاهلي النهارده يعني الحمد لله اخد كاس مصر. من مين؟ من نادي الزمالك. نادي الزمالك المحظوظ اللي بقاله 10 سنين عنده حظ على النادي الاهلي في البطوله دي بالذات. دايما الزمالك في بطوله كاس مصر ده كان بيكسب الاهلي، بس الحمد لله النهارده كسرنا بقى الحظ ده، خلاص اخدنا البطوله الحمد لله النهارده. واخدناها بمين؟ يعني مين اللي كان عامل اساسي للاهلي ياخد البطوله؟ امام عاشور. امام عاشور ده يا جماعه النهارده لو كان الاهلي خسر كان هيشيل الليله كلها لوحده. فالنهارده امام عاشور ياخد احسن لعيب في المباراه ويكون عامل اساسي للاهلي ياخد البطوله. لا لا، ده كتير قوي يا جماعه كده. وخلي بالك امام عاشور برضو كان عامل اساسي للاهلي ياخد ايه؟ بطولة السوبر. يعني امام عاشور جايب كام بطولة للاهلي؟ اتنين. ها؟ اتنين. طبعا يعني هارد لك نادي الزمالك طبعا عمل ماتش كبير جدا للنادي الاهلي. النهارده الماتش يا جماعة يعني كان صعب جدا على الاهلي والزمالك. وطبعا الماتش جه في ظروف يعني. طبعا الزمالك كان جايب 10 صفقات، عبد الله السعيد بقى وناصر الماهر واحمد حمدي طبعا. والناحيه التانيه الاهلي طبعا جايب امام عاشور. يعني ماتش في ظروف يعني غريبه. يعني كان لازم الاهلي يفوز النهارده. يعني الاهلي لو كان خسر النهارده كنا مش هنخلص بقى. بس الحمد لله طبعا، الف مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم طبعا ورا النادي الاهلي النهارده بالفوز الحمد لله. طبعا انجاز ورا انجاز. طبعا النادي الاهلي طبعا مشرفنا الحمد لله، مشرفنا في كل حته. امارات بقى، مصر، السعوديه، نروح اي حته نكسب الحمد لله. طبعا الحمد لله ودايما انجازات ورا بعض. نيجي بقى للماتش النهارده يا جماعه. يعني مستر كولر طبعا النهارده كان غير موفق طبعا في التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده الاهلي كان وحش جدا يعني. يعني النهارده من فتره كبيره الاهلي اوحش ماتش لعب النهارده. النهارده الزمالك استحوذ على المباراه طبعا وكان بيهاجم الاهلي طبعا طول الماتش. الاهلي ما راحش ولا كوره في الشوط الاولاني. يعني الاهلي مستواه النهارده كان وحش جدا. يعني عايز اقول لك عنوان كده: الاهلي خطف الماتش. يعني بصراحه النادي الزمالك النهارده عمل ماتش كبير مع النادي الاهلي. طبعا نادي الزمالك طبعا عنده لعيبه في خط النص، طبعا لعيبه قويره طبعا زي عبد الله السعيد، ناصر ماهر. لعيبه تعرف تقف على الكوره والكلام ده. طبعا خط النص عندك اتسحب منك طبعا. طبعا انت بدات التشكيل بامام وسوليه وندفي. يعني طبعا السوليه بقى كان بقاله مده ما بيلعبش، وندفي طبعا برضه. فانت كان تشكيل غلط خالص. كان المفروض اصلا ينزل المروان عطيه من اول ماتش عشان يقدر يمسك خط النص. طبعا نادي الزمالك دلوقتي اقوى خط فيه خط النص يعتبر نادي الزمالك. فانت طبعا بوظت الماتش من الاول طبعا بالتشكيل انت نزلته طبعا. يعني انا كنت على اخر لحظه كنت حاسس الزمالك هيخطف الماتش بصراحه يعني. بس طبعا الشوط الثاني في الدقيقه 80 بدا يغير طبعا بنزول بقى طبعا مروان عطيه ونزول قفشه. بدا الاهلي يمسك خط النص شويه، بدا الاهلي يلعب شويه. فالحمد لله يعني خطفنا الماتش في اخر 10 دقايق يعني الحمد لله. فطبعا نادي الزمالك انا شايف عمل ماتش كبير طبعا النهارده قدام النادي الاهلي طبعا. وهارد لك طبعا لنادي الزمالك. والحمد لله النادي الاهلي النهارده فزنا الحمد لله واخدنا الكاس. والكاس الحمد لله اهلاوي اهلاوي اهلاوي. طبعا النادي الاهلي دايما مفرحنا الحمد لله. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، جمهوره وادارته واهلاوي انا والفخر ليا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.